بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدأ خليني أوضح لك إحنا بنعمل إيه. ده تمرين عملي لإدارة النفس من خلال نظام قرآني واضح. إحنا بناخد أمر واحد من أوامر رب العالمين ونحوله لسلوك بسيط ونكرره يوم ورا يوم لحد ما يبقى عادة والقلب حاضر فيها، مش مجرد حركة. تمارين يومية وتنفيذ من غير ضغط. جرب وشوف بنفسك لما تطبق الأمر الإحساس بيبقى عامل إزاي. ولو دي أول مرة تسمع السلسلة، ارجع لمقدمة البرنامج في الحلقة الأولى. في لحظات كتير النفس بتحب تحس انها اعلى، اذكى، اشطر، وبتفهم احسن من الناس. الموضوع ده مش دايما بيبان واغلب الوقت بيحصل من غير ما ناخد بالنا. النهاردة مش داخلين نقلل من النفس، احنا بس هنوقفها عند حدها الطبيعي. خليني اسألك سؤال بهدوء. عمرك لقيت نفسك بتتكلم عن نفسك كتير، او بتحب توضح انك فاهم اكتر، او بتحس ان رأيك احسن من غيرك؟ دي حركة بتحصل جوه النفس لان النفس بتحب الاعجاب وبتحب تحس انها دايما فوق. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. آية قصيرة وواضحة وأمر مباشر. الآية دي مش بتقلل منك، الآية بتوقف حاجة واحدة جواك، إنك تقيم نفسك بإعجاب. ليه؟ علشان التقييم ده بيحرك النفس من مكان مش مظبوط. ربنا بيقولك بهدوء: سيب التقييم، النظام ده مش شغلك. التواضع مش إنك تصغر نفسك، التواضع إنك تفكر في نفسك أقل، انك ما تحطش نفسك كأهم حاجة طول الوقت، ولا تبقى فوق الملاحظة ولا فوق التصحيح. ده مش ضعف، ده ضبط نظام. لان النفس لما تعجب بنفسها زيادة بتقفل، ما بتسمعش، ما بتتعلمش، وما بتتحركش. والآية هنا بتعلمك ازاي تتواضع وتبقى مرن. التمرين المرة دي بسيط بس محتاج تركيز. أول ما تحس إنك هتتكلم عن نفسك أو هتثبت إنك أعلى أو إن رأيك أهم، قبل ما تتكلم أقف ثانية وافتكر الآية: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وبعدها اختار، يا تسكت، يا تسمع، يا تتكلم من غير ما تبروز نفسك. بس كده. الآية هتحركك. وفي آخر اليوم ارجع للفورم الخاص بالتمرين عشان تلاحظ التكرار بهدوء لحد ما العادة تثبت. استخدم نفس الفورم كل يوم. هتلاقي لينك التحميل في البايو، ولو بتتفرج من يوتيوب اللينك موجود في الوصف. وانت بتتابع التمرين على الفورم اسأل نفسك: هل كنت متواضع النهاردة في المواقف اللي قابلتني، ولا برضو كنت شايف نفسي بزيادة؟ التواضع مش حرب مع النفس، التواضع رجوع للفطرة. لما النفس تخرج من مركز الاهتمام بتهدى، ومع التكرار الآية بتتحرك جواك لوحدها كنظام تشغيل داخلي. خطوة صغيرة يوميا والنفس ترجع لوضعها الطبيعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.